قلناها. واحنا بنتكلم على الحكم المجري فيكتور كاساي، فرصه برضو نتكلم على الراجل لغايه ما يدخل الفرقتين ارض الملعب، صاحب ال 44 سنه، دخل القايمه من 2003 الدوليه على فكره، وكان ادار 4 لقاءات في كاس العالم 2010 اول ما يجي عليه الكادر. وادي اللعيبه اللي بره القايمه خالص، ميدو جابر ومسعد عوض طلعوا بقى المدرجات يتابعوا مع صبري رحيل ومحمد حمدي زكي قدامنا. وموجود النهارده بعض الدعوات والجماهير، عمرو السوليه اللي غايب من فتره كبيره زي ما تابعنا عبر وسائل الاعلام، السماح ل 300 فرد من دعوات هنقول جماهير الاهلي وجماهير الزمالك يعملوا حس للمباراه الكلاسيكو. بقول لحضراتكم الاهم والاشهر في المنطقه العربيه، منطقه الشرق الاوسط، والنادي الاهلي بالارقام والزمالك والتاريخ اللي موجود ب 112 مواجهه، تفوق النادي الاهلي 40 مره و25 مره لنادي الزمالك، والتعادل كان حاضر 25 مواجهه في تاريخ مبارياتهم في الدوري. كل الارقام دي ارقام الدوري العام، انما لسه في مقابلات في كاس مصر، السوبر المحلي، بطوله افريقيا، لقاءات وديه، كاس السلطان قبل ما ينطلق الدوري 48 49 كان في دوري منطقه القاهره كان بينهم مقابلات كتير. انما ال 112 مواجهه اللي بنتكلم عليهم كلهم في لقاءات الدوري العام. الاهلي سجل 135 مره والزمالك سجل 98، وتقابلوا 31 مره في بطوله كاس مصر. كان الفوز من نصيب الاهلي 16 و10 مرات للزمالك وخمس تعادلات. واحد يقول لك الكاس كان فيه تعادلات، قبل ضربات الترجيح لما تدخل فيه قوانين الكوره. واهداف الاهلي كانوا 57 هدف في بطوله الكاس مقابل 46 لنادي الزمالك. السوبر المحلي 4 مرات كلهم من نصيب النادي الاهلي ب5 اهداف وهدفين لنادي الزمالك خلال ال4 مواجهات اللي اتقابلوا فيهم. انما دوري 2015 2016 اللي شهد اخر مقابلتين ليهم كان الاهلي فاز 2-0 عن طريق ايفونا اللي انتقل للدوري الصيني، وعمرو جمال اللي خارج النهارده التشكيله تماما، عمرو جمال سواء في البدايه او دكه البدلاء. وتعادل 1-1 كان سجل ايمن حفني لنادي الزمالك، والناحيه الثانيه كان مؤمن زكريا. شكل فيه مشكله في الملعب، شايف انا هو القيادات الامنيه اللي موجوده. عايزين بقى نلغي حاله التوتر، نخلي مباراه الاهلي والزمالك كبيره بالقيمه بتاعتها، انما يبقى الاستعداد والتحفظات عاديه جدا. بنشوف في كل دوريات العالم بيتلعب 3 دربيات في الكره الانجليزيه بدون اي مشاكل، مان يونايتد والارسنال، ليفربول، تشيلسي، مان سيتي. ما بنسمعش الكلام ده، كل ده الفرقتين متاخرين لغايه دلوقتي لغايه ما ينزلوا. واحنا كمان نخلص الورقتين اللي معانا في المقدمات الرقميه للمواجهه المهمه جدا النهارده في ختام الدور الاول. نادي الزمالك اللي عنده لقاءين مؤجلين، انما لعب مباراتين من مؤجلاته اثناء الفتره ما بين الاسبوع رقم 16 لغايه مقابله اليوم. قدر يجمع 6 نقاط مهمين في اخر مواجهاته نادي الزمالك. الاهلي قلت لحضراتكم اللي فاز 3-1 على النادي المصري في الاسبوع رقم 16، والزمالك لعب مؤجل من الاسبوع الاول امام الانتاج، فاز 1-0. ادي دونجا برضو على دكه بدلاء محمد حلمي النهارده وجنبه الدكتور مصطفى المنيري. وفازوا على الشرقيه 2-0، اسامه ابراهيم واحمد رفعت. غايب النهارده اسامه ابراهيم الباك اليمين اللي بدا يثبت اقدامه في الفتره الاخيره. ادي الكابتن محمد حلمي واجه النادي الاهلي كمدير فني وهو بيتولى مهمه المنصوره، الاولمبي، بلديه المحله. انما النهارده هتبقى مواجهه امام حسام البدري اللي عنده 5 مقابلات قبل كده. حسام البدري امام نادي الزمالك وهو مدير فني، كانت اول مره 2009 2010 لحسام البدري بعد رحيل مانويل جوزيه. اتقابل مرتين في الدوري ومرتين في دوري ابطال افريقيا ومره في كاس مصر. بتكلم على ارقام حسام البدري كمدير فني في مواجهات غريمه التقليدي نادي الزمالك. اتعادل مرتين في الدوري وحقق المكسب مرتين، وتعادل مره وحيده. واحنا لسه بنتكلم على ارقام الاهلي والزمالك في مواجهتهم في الاسبوع رقم 17. ادي موجود قدامنا احمد ديودار وباقي دكه بدلاء الابيض في مواجهه اليوم. وبدا بقى الفرقتين يهلوا علينا مع طاقم التحكيم اللي امام حضراتكم، وهنعيد التشكيله مره ثانيه. انما خلينا اقول لكم الزمالك لعب 14 مباراه لغايه دلوقتي ب 34 نقطه في المركز الثالث، والاهلي المتصدر 42 نقطه من 16 مواجهه. فرقتين النهارده الوحيدين لم يتلقوا اي هزيمه لغايه بدايه مباراه اليوم. الاهلي تعادل فيه 3 مواجهات والزمالك اتعادل 4 مرات، والسجل اللي قلت لحضراتكم خالي من الهزائم امام واحده من اقوى القدرات الهجوميه للاحمر ب 28 جون، واقوى دفاع لغايه دلوقتي الزمالك هدفين.
نزل الفرقتين، وادي التصوير الجميل اللي كنت اتمنى ان واحد من الملاعب الكبرى في الكرة المصرية، عندنا استاد القاهرة، استاد السلام، استاد برج العرب، استاد الدفاع الجوي، اسماء كتير، يبقى لقاء القمة اللي هو بنقول عليه العرس للكرة المصرية. تحس ان انت عندك فيلا وشقة حلوة قوي ورايح تقعد في اضيق اوضة في الفيلا او الشقة. يعني عندنا ملاعب بالاسماء دي والقيمة دي والحجم ده، مع كل الاحترام والتقدير لملعب بتروسبورت ونادي الزمالك. على فكرة هو ملعبه النهاردة، انما برضو الزمالك بيختاروا بناء على موافقات امنيه، ما لهمش اي ذنب في الموضوع. ادي طاقم التحكيم، ايروس المساعد الاول مع فيكتور كاساي الحكم المجري، والروح الطيبه اللي نتمنى يمشي بيها 90 دقيقه النهارده في مواجهه الفرقتين الكبار اللي قدامنا بعد ما تابعنا نزولهم لارض الملعب. وهنشوف الاوراق اللي هتقدر تفرق سواء مع محمد حلمي او حسام البدري الناحيه الثانيه في القدرات التهديفيه في مباراه نتمنى تخرج من اطار الحذر بدري وما يبقاش في تحفظات من الفرقتين. طبعا احنا بنتمنى كده، انما كل مدير فني ليه رؤيه. ابراهيم صلاح كابتن نادي الزمالك مع حسام عاشور اقدم واحد بيشارك في لقاءات القمه. عاشور من التشكيلتين اللي قدامنا سواء من الاحمر او الابيض. حسام عاشور على فكره كانت بدايته لقاء اهلي وزمالك 2003 2004 مع مانويل جوزيه، والنهارده هو ادي شيكابالا مع زمايله اللي هيكون موجود النهارده. شيكابالا على دكه البدلاء، واللعيب اللي هدف فيه ال10 سنين الاخيره بفانيله الابيض امام النادي الاهلي شيكابالا، سواء في الدوري مره وفي الكاس مره. محمد ابراهيم من اللعيبه اللي سجلت، انما باسم مرسي هو الهداف ب4 تجوان، انما كلهم خارج لقاءات الدوري. كل دي ارقام كده كانت فرصه طيبه ان احنا نتكلم شويه في مقدمات بعد ما تابعنا استوديو تحليلي كبير النهارده زميلنا الاعلامي تامر صقر لمده تزيد عن ال3 ساعات ونص مع نجوم التحليل في الكره المصريه، كابتن علاء ميهوب والكابتن ضياء السيد، كابتن مؤمن سليمان والكابتن احمد سمير، مع كل الاحترام والتقدير للتاريخ والاسماء والترتيب. انما خلينا في المواجهه المهمه 90 دقيقه نتمنى انها تمر بحاله فنيه عاليه بين الفرقتين. نشوف اجوان هنا او هنا ما عندناش اي مشكله، انما يمتعونا بحجم وقيمه الحدث اللي فضلنا اكتر من 3-4 ايام نتكلم عليه. هنقول التشكيله بقى مره تانية عشان اللي لسه داخل وما كانش متابعنا. قدامنا عماد متعب الهداف التاريخي للنادي الاهلي من الجيل الحالي في لقاءات الاهلي والزمالك، انما يبقى محمد ابو تريكه الغايب والحاضر بارقامه 13 هدف في جميع المواجهات، دوري وكاس وابطال افريقيا. محمد ابراهيم هو اللي كان على الدكه ودخل مكان ستانلي اللي اتصاب اثناء عمليه الاحماء، وهيبدا كاساي مع الاثنين المساعدين بدايه احداث المباراه المهمه امام حضراتكم. حضر الموسم اللي فات في لقاء 2-0، وتامن حكم اجنبي على فكره يحكم لقاءين للاهلي والزمالك، يعني 8 مرات يجي الحكم ويتكرر للمره الثانيه. هنقول الاسماء دي كلها اثناء توقفات في المباراه، لان مباراه الاهلي والزمالك الجمهور يقول لك خليك جوه الملعب، كله بيبقى مترقب. ادي شريف اكرامي قدامنا النهارده، 2 من اقوى القدرات الدفاعيه و2 من افضل حراس المرمى سواء اكرامي او الشناوي، وحوار خاص بين الاثنين اللي هيكونوا مع المنتخب ان شاء الله بعد التوقف بايام. على بركه الله بدانا وما توفيقي الا بالله. نادي الزمالك يسند على طول على شمالنا ابراهيم صلاح، ضغط موجود حسين السيد اللي دخل النهارده. حسين السيد بعض كده المفاجآت في التشكيله، هنا واحد هنا واحد، انما بتبقى لقاءات القمه محتاجه لعيبه عندها ثبات، عندها خبرات، تتحمل الضغوط حتى لو ما فيش جماهير. يطلع لقدام الشناوي عاليه طويله، سعد الدين سمير يردها بدماغه على وسط الملعب، انما طارق حامد من الناحيه الثانيه. حسام عاشور يرجع لورا، تمريره اماميه موجود النهارده سعد سمير مع محمد نجيب. ادي حسني فتحي اللي بدا في الجبهه اليمين مكان اسامه ابراهيم، صفقتين من 2016 2017 اللي بداوا يدخلوا في المكان ده بعد رحيل حازم امام واكتر من لاعب. مروان محسن يضغط عليه اول دقيقه من احداث المواجهه. ادي مروان قدامنا اللي حضر باول اهدافه في لقاء النادي المصري 3-1. النادي الاهلي كان احتفظ بشباكه قبل لقاء المصري 8 اسابيع متتاليه بدون ما تهتز شباك اكرامي او الشناوي اللي كان لعب لقاء. محمد الشناوي النهارده في احمد الشناوي مع الزمالك ومحمد الشناوي مع النادي الاهلي على الدكه. عبد الله السعيد يستلم، راجع معاه طارق حامد، يخطفها كويس قوي طارق
ويطلع، انما لسه قدام ال 18. عاشور يظبطها كويس، اللي واخد مساحات جيده للامام. عرضيه محمد هاني خطيره، انما علي جبر يتعامل مع اول عرضيه. وليد سليمان، انما على طول فيكتور كاساي يدي ضربه حر. ادي وليد سليمان راجع. النهارده قلت في لعيبه من اللي سجلت في لقاءات القمه، سواء وليد سليمان، عبد الله السعيد، او الناحيه الثانيه محمد ابراهيم متواجد. احمد فتحي على فكره من اللعيبه اللي سجلت في تاريخ لقاءات الدوري بعد حضوره للنادي الاهلي في 2007 2008. مهم جدا اللعيبه يكون عندها الثقه وما بتلعبش وهيبه الموقف لاول مره في الديربي. وقلت لحضراتكم الكلاسيكو الاهم والاشهر في المنطقه العربيه. يا سلام لو كان بجماهير 5000 و5000 من هنا ومن هنا، كانت بقت حاجه جميله. انما ان شاء الله هتيجي قدام ال 18. محمد ابراهيم عاوز يعدي بيها، ضغط دفاعي جيد من محمد نجيب، وياخد معاه فاول حسام عاشور، ضربه حره في وسط ملعبه. هيطلع تاني حسام عاشور على مكانه. النهارده وسط الملعب بلغه الكوره اللي هيركب اللقاء فنيا هو اللي هيقدر يديك شكل، سواء في البدايات الدفاعيه او مراحل التحضير للامام. النهارده موجود عاشور جنبه احمد فتحي بنفس الطريقه اللي بيلعبوا بيها اكتر من 50% من لقاءات الدور الاول. اصابه عمرو السوليه، حسام غالي، هي اللي خلت البدري يلعب بالطريقه دي. ادي اللعبه اللي اشترك فيها ابراهيم صلاح مع حسام عاشور. بروح طيبه لعيبه نادي الزمالك بيطمنوا على عاشور. الكابتن حسام البدري 56 سنه، حسام البدري 54 من نفس الجيل تقريبا. محمد حلمي جيل الثمانينات على مستوى اللعب كلعيبه في الملعب. انما النهارده البدري اللي بيدير اللقاء رقم 6 ليه امام نادي الزمالك. احمد فتحي ان شاء الله يكمل، ما يكونش فيه اي مشكله. النهارده موجود مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، 3 من اللي سجلوا الموسم الحالي من ال 28 جون، 16 هدف، يعني تقريبا بيقربوا من 50% واكتر كمان شويه من القدرات التهديفيه. الناحيه الثانيه نادي الزمالك سجل لغايه دلوقتي 19 هدف. ادي اللعبه اللي كان اشترك فيها احمد فتحي وعاشور ومعاهم ايمن حفني، وكان الحكم قريب من اللعبه. كمل علاجه فتحي ونزل تاني، وبعد ما اطمن قصاي ان خلاص الدم بدأ ينتهي تماما، لازم يخرج بره الملعب احمد فتحي. اول 5 دقائق من بدايه احداث اللقاء، القمه رقم 113 في تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في الدوري، انما 227 مباراه على مستوى كل المواجهات، سواء الدوري، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، السوبر، لقاءات وديه، ارقام كتير عايزه يومين 3 تتكلم فيها. بروح طيبه زي ما طلعوا الكوره بيرجعوها تاني لعيبه نادي الزمالك لشريف اكرامي. النهارده مواجهه قلت لحضراتكم من نوع خاص في حضور الجهاز الفني للمنتخب اللي بيتابع من المدرجات. اكرامي الحارس الدولي، الشناوي موجود، عصام الحضر ان شاء الله متواجد حارس مرمى وادي دجله مع مدربه الكبير فكري صالح. 3 جاهزين مع اي اسماء تألقت هذا الموسم. كل الاحتمالات موجوده. محمد عواد من نادي الاسماعيلي، انما خلينا مع ايمن حفني. النهارده ايمن حفني، والناحيه الثانيه وليد وعبد الله السعيد، اللعيبه اللي هتقدر توصل كويس للمناطق المؤثره والخطيره في ال 18 متر الاخيره. وادي اول فاول بياخده ايمن حفني مع 3 لعيبه رايح واحمد فتحي. شكل كده في تعليمات صريحه ان يبدا يتحرك معاه في مساحات الملعب. شفنا مواجهتين لغايه دلوقتي في ال5 دقائق ما بين فتحي من دايره السنتر، وادي المره الثانيه لما قرب من الجبهه الشمال اللي فيها حسين السيد. خطأين هنا وخطأين هنا، وتعادل سلبي في اول 5 دقائق. محمد ناصف نقل نفسه من الجبهه الشمال، كان واحد على فكره من ناشئي النادي الاهلي محمد ناصف قبل ما يروح نادي انبي وينتقل لنادي الزمالك. تتلعب عرضيه، انما طالع اكرامي، اختبار جيد ليه هياخد بيه الثقه مع البدايه. عاوز يلعب بسرعه قبل ما يرتد اللعيبه على وسط ملعبهم. تتلعب الكره تاني عند مؤمن زكريا، عرضيه في منتهى الخطوره، عرضيه اتعملت هناك عند مروان اللي كانت عاوزه حنينه شويه. وادي على طول حسام البدري اللي بيحييهم على الهجمه السريعه اللي فاتت رغم انها ما وصلتش لمروان. بره الملعب الى ضربه مرمى. المباراة الأولى بين الفرقتين دوري 2016-2017 دوري عبورلاند اللي بنتابعه مع حضراتكم في ختام الدور الأول اللي هيبقى فيه 3 لقاءات بكرة إن شاء الله. بنلعب المرحلة رقم 17، إنما الجماهير كلها بتتوجه النهاردة قلت للقاء القمة. كله بيتابع على اختلاف الانتماءات. محمد هاني ينقلها لقدام، إنما يدخل لجوه بشكل كويس. حسني فتحي يظبطوها تاني
من عند عاشور وفتحي. التمريره الثالثه مش مظبوطه، اتقطعت وتروح لايمن حفني اللي بيقرب من الجبهه اليمين، ويجي له محمد ابراهيم دلوقتي. محمد ابراهيم من على الخط هيبدا يشتغل ومقفل عليه مؤمن اللي راجع لورا يقدم خدماته الدفاعيه، وكان فتح محمد نجيب جه من عمق الدفاع ويطلعه لخارج الملعب الى رمي التماس. نادي الزمالك موجود في وسط ملعب النادي الاهلي اللي مستنيين يلعبوا على المساحات لو اندفع خطوط الابيض لقدام زي اللعبه اللي عملوها من دقيقه عند مروان محسن. حسين السيد بيقفل النهارده، علي معلول الدولي التونسي على دكه البدلاء. قلت لقاءات القمه دايما تيجي بيه مفاجآت من المدربين، هم ليهم رؤيه تانية غير الجماهير. شايف اللاعب اللي بيكون جاهز بدنيا ونفسيا، مهم جدا الاعداد النفسي والمعنوي خصوصا في المواجهات الكبرى والمناسبات في لقاءات الاهلي والزمالك. عاليه طويله اماميه اكرامي، علي جبر جاي من قدام ال 18 10 متر لقدام وهو اللي يطلع هجمه سريعه. بدأ محمد ابراهيم يبقى هو النقطه المحوريه وصاحب القرار الهجومي، هيبدا يتحرك بكل مساحات الملعب من قدام 18 النادي الاهلي. وادي باسم اللي بدأ يظهر في اللعبه اللي فاتت لما نزل وهرب لتحت شويه، يظبطها تاني طارق حامد. برافو يا ولد يا لعيب، حطها كويسه في الجبهه اليمين، عرضيه في منتهى الخطوره، انما يدخل محمد هاني بتغطيه دفاعيه روعه الروعه يطلع بره الملعب. انما نادي الزمالك هو اللي ضاغط. 7 دقائق موجودين في وسط ملعب الاحمر. ايمن حفني داخل ال 18 يطلع محمد نجيب اللي بيتكلم مع زمايله وبيقول الراجل هرب ازاي، وبيكلم لعيبته. الاكبر سنا في التشكيله الدفاعيه محمد نجيب، يقترب من 33 سنه وتجاوز ال 80 مباراه في الدوري مع النادي الاهلي خلال الاربع مواسم اللي تواجد مع القلعه الحمراء. ادي محمد نجيب اللي بتكلم عليه، ضغط كويس قوي على ايمن حفني اللي بيحاول ان هو يمر، انما خارج الملعب. اول ضربه ركنيه مع الدقيقه الثامنه. يلعب على طول محمد ناصف، انما مروان اللي راجع لورا على القايم القريب هو اللي يشيل ويطلع. راجع مروان لان عارف ان علي جبر بيطلع في الضربات الركنيه. محمود حمدي الونشي كمان هنشوفه. ادي عرضيه في منتهى الخطوره يعملها معروف يوسف اللي بدا يظهر دلوقتي. في اسماء لسه ما قلناهاش في التشكيله هنا وهنا خلال ال8 9 دقائق لعب. عبد الله السعيد كان راجع على وسط الملعب، ما سجلش في الدوري عبد الله، انما سجل في السوبر، سجل في كاس مصر امام نادي الزمالك. تتلعب تاني اماميه عند باسم مرسي، ياخدها من ورا محمد نجيب، يطلعه محمد هاني. المحركات الدفاعيه هتبدا تشتغل ازاي؟ هاني وحسين السيد من الجبهه الشمال، والناحيه العكسيه حسني فتحي مع محمد ناصف. هل هيكون ليهم ادوار مهمه في العرضيات؟ ادي عرضيه في منتهى الخطوره، انما يا دوبك بدماغه كده وليد سليمان تطلع بجوار القايم بعيد عن مرمى الشناوي. محاولتين للنادي الاهلي لغايه دلوقتي. الزمالك كان مسيطر في منطقه وسط الملعب انما بعيد عن التهديد. ادي اللعبه اتعملت كويس على الرغم من تواجد 3 4 مدافعين، انما وليد سليمان خطفها من قبل علي جبر، مش بالقطره جوه ال 18، انما التمركز وعمليه المان هي اللي مهمه. ممكن 2 فراوده يضحكوا على 4 مدافعين واقفين بشكل غلط، شفنا الكلام ده كتير قوي. انما هنشوف النهارده هيشتغل ازاي الفراوده، سواء باسم من الزمالك او الناحيه الثانيه مروان، واللعيبه اللي هتخدمهم على المستوى الهجومي عبد الله السعيد ومؤمن وليد سليمان، والناحيه الثانيه محمد ابراهيم متواجد مع ايمن حفني. وسط ملعب النادي الاهلي الهجومي اعلى شويه في عدد اللعيبه من لعيبه نادي الزمالك. الزمالك عنده ايمن حفني وعنده محمد ابراهيم، هم اللي يقدروا يوصلوك لمساحات مهمه. الناحيه الثانيه قلت 3 اسماء مع مروان. تتلعب اماميه تاني داخل ال 18 عند باسم في منتهى الخطوره. محمد ابراهيم يقع داخل الصندوق قريب الحكم يمشي، مفيش اي حاجه. سعد الدين سمير ياخد فاول، وادي ابراهيم صلاح اللي كان زايد وبيقرب من ال 18 بعد ما حاجه سعد الدين سمير بين الاعاده. تصوير في منتهى الجمال، الدنيا ماشيه كويس. وقلت كنت اتمنى للمره الثانيه ان المباراه تبقى في ملعب من الملاعب الحلوه في الكره المصريه. محمد حلمي قدامنا، وراه الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره، كابتن اسماعيل مع الكابتن محمد صلاح، هما الاثنين يمكن كده الهيكل الرئيسي للجهاز الفني رغم التغييرات الكتير اللي حصلت. اكتر من 6 7 مديرين فنيين في السنتين اللي فاتوا، انما يبقى اسماعيل يوسف ومحمد صلاح هم حلقه الوصل مع الاجهزه اللي بتيجي وتروح. تتلعب الكره تاني، عبد الله السعيد عاوز يعديها من طارق حامد، عدت انما خدها طارق ويلعبها قطع كويس قوي، ورجع لورا طارق حامد لغايه دلوقتي مرتين في ال11 دقيقه بيقدم ادوار دفاعيه في منتهى الجمال. محمد ناصف يلعب اماميه مقطوعه، انما لسه تحس الفرقتين خايفين من بعض، كاشين، محدش فتح كده وبدا يعمل جمله جماعيه هجوميه لقدام. ادي ايمن حفني
ياخد معاه فاول وليد سليمان. اشتراك من طارق حامد. بنشوف اللعبة تاني، طارق مع وليد وقريب الراجل. بص التمركز بتاع الحكم، مصنف على فكرة كصايد ثالث في العالم، حضر كاس العالم 2010 يورو 2016، أدار 3 مباريات في اليورو، وقلت تاني مرة يحضر للكرة المصرية في لقاء قمة بعد موسم 2015-2016 لقاء الدور الأول. ضربة حرة لسه أحمد فتحي بيبص لزمايله قدام على حدود المنطقة، يلعبها أحمد فتحي على أيمن البعيد في منتهى الخطورة. نجيب خطيرة اللي فاتت عملها أحمد فتحي، متفقين عليها، ورايح نجيب ياخد ضربة ركنية. بص شوف الحكاية من أولها، آدي أحمد فتحي وادي محمد نجيب من ورا المدافعين في منتهى الجمال، إنما راجع لورا محمود حمدي اللي دخل وخبطت فيه الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية هي الأولى للنادي الأهلي. تعادل بقى في الركنيات 1-1. الزمالك من دقيقتين 3 تتلعب على طول عند وليد سليمان، انما ما يستغلوهاش بشكل كويس وتبقى ضربة مرمى. مهم النهارده الكرات الثابته سواء للابيض او الاحمر، ازاي تهتم بالركنيات. الفاولات ممكن تبقى هي الحلول ليك. ادي اللعبه وادي الونش، محمود حمدي مدافع نادي الزمالك اللي بيلعب النهارده جنب علي جبر، واحده من الصفقات الناجحه للابيض هذا الموسم. محمود حمدي اللي انتقل من نادي طلائع الجيش 5 مواسم الراجل مقابل 6 مليون جنيه، بقى رقم قليل. لو قسمنا على سعر الدولار دلوقتي هيبقى اي كلام، مش هيجوا كلهم 300,000 دولار. تتلعب رمية التماس، حسين السيد، مروان محسن يستلم، هرب من الرقابه الثنائيه لعلي جبر والونش، انما يطلع بره الملعب ابراهيم صلاح. ادي مروان قدامنا، غيابه مع بدايه الموسم للاصابه اثر معاه بالسلب كتير، انما قلت محتاج جون الفرود عشان يرجع مره تانية لادائه والثقه. حسين السيد يلعب على الايمن القريب، علي جبر يشيلها ويكمل فيها حسني فتحي. لقاء لسه برضه عمليه كر وفر من على 18 الشناوي و18 اكرامي بدون تهديد حقيقي وشراسه هجوميه من الفراوده، وبيقدر المدافعين يقفلوا ويسيطروا في ال 14 دقيقه لعب لغايه دلوقتي، في وجود البدري ومحمد حلمي في المناطق الفنيه هم اللي بيدوا التعليمات. يلعب حسني فتحي تاني اماميه، نازل لتحت باسم مرسي اللي بيقرب بالمساحات اللي فيها الكوره لما حس ان محدش بيوصل له قدام الصندوق. ترجع لورا عند محمود حمدي، 22 سنه، بسم الله ما شاء الله، ورؤيه جيده ان انت تجيب مدافع صغير ربنا يحميه من الاصابه يديك 7-8 مواسم على الاقل، غير لما بتجيب فرود بيكون اكبر شويه محتاج منه 3-4 مواسم انتاج او 5 مواسم. انما محمود حمدي يبقى من الصفقات الناجحه لنادي الزمالك. تتلعب الكره اماميه تاني على وسط الملعب اللي فيه محمد نجيب، احمد فتحي، غيابات كتير من هنا ومن هنا سواء في منطقه وسط الملعب الهجومي، لعيبه هتيجي من على الدكه زي شيكابالا. النادي الاهلي برضه موجود اكتر من لاعب مؤثر بره، اصحاب خبرات زي حسام غالي، زي عماد متعب، اصحاب مهاره زي صالح جمعه، لعيبه عندها الخطوره زي اجاييه. تتلعب الكره تاني اماميه، انما بيتعامل المدافعين بدون اي مشاكل. سعد الدين سمير فتح اهوت وراح في اتجاه محمد هاني وضغط عليه محمد ابراهيم من البدايه، انما اماميه تاني نجيب يحطها ما تحصلش وسط الملعب. كره مشتركه هنا وهنا، احمد فتحي خلصها المره دي كويس، عاوز يعمل هجمه سريعه، انما معروف يوسف اللي مايل على الجبهه اليسرى من عند محمد ناصف، يحطها في الجبهه العكسيه عند حسني فتحي، وقع على الارض، ما شاورش المساعد والحكم كمل قال ما فيش اي حاجه. حسين على مرتين يقف على الكوره بشكل كويس، عاوز يلعبها انما زودها بعد ما قلنا وقف على الكوره بشكل كويس وما قدرش يطلع ويكمل بايجابيه لقدام، وحسني فتحي يتعامل وياخد معاها رمي التماس. لازم اللعيبه في المباريات الكبيره ما يكونش عندها احتماليات الخطا، الاخطاء موجوده، انما لازم تقلل اخطائك في المواجهات الحاسمه، تلعب الصريح وتملي يقول لك ابدا بالسهل وبعدين روح للاشياء الصعبه بعد كده. حسين السيد الكره كانت تحت رجله مرتين يقدر يطلع ويعمل هجمه، انما خبطها في حسني فتحي وخد بذكاء رمي التماس. لسه الكره رايحه جايه. النهارده قلت لحضراتكم كل مدير فني رؤيته غير الجماهير، غير المحللين، غير المتابعين، عارف هو عاوز ايه من اللقاء. حتى لو انت شايف لعيب هو اللي هيديك الفوارق وهيعمل لك المفاجآت. محمود حمدي يلعبها عند معروف، اول ما محمد ناصف يزق لقدام هتلاقي معروف بيتاخر زي الشكل اللي فات كده. شوف محمد ناصف واخد كام متر لقدام، وبدا معروف هو اللي يجي من تحت كأن الباك الشمال الرئيسي هو معروف يوسف، انما الاثنين هيتبادلوا الادوار حسب وضعيه الكوره. ياخد معاه فاول معروف، يدي الحكم المجري.
ترجع تاني لورا. محمود حمدي الونش على مهله. بص التحضير خد وقت كبير قوي، يلعبها اماميه بدون تمرير قصير، يلغي كل مراحل التحضير ويحطها على ال 18 في اتجاه باسم. انما الدفاع الاهلاوي يطلع من ناحيه سعد الدين سمير على الارض تاني، يظبطها محمد ابراهيم، يرد محمد نجيب على وسط ملعب مروان، انما بره الى رمي التماس. واقع لاعب على الارض. ادي ايمن حفني قدامنا، في اعتقادي حسني فتحي هو اللي واقع، اصطدم كده يعني علي جبر هو اللي طلع الكوره، انما الزحلق حسني فتحي شكله نزل على ظهره اللي اتعامل مع مروان علي، وكانت ركبه علي جبر، يعني علي جبر زميله هو اللي طلع وركبته جت في ظهر حسني فتحي. ان شاء الله يقوم سليم ما فيهوش اي حاجه. ادي علي جبر قدامنا، مدافع نادي الزمالك للموسم الثالث اللي خد 3 بطولات مع فرقته. علي جبر بدأ مع نادي الاتحاد على فكره في قطاع الناشئين، انتقل لنادي الاسماعيلي وهو برضه صغير 19 سنه 20 سنه علي جبر، ورجع مره ثانيه لناديه الاتحاد السكندري لغايه 2014 2015 لغايه ما عين الزملكاويه جابته وحطته على الطريق الدولي مع المنتخب، وبدا يبقى من الدعائم الاساسيه. بتكلم على علي جبر المدافع اللي كان طلع اللعبه اللي فاتت واشترك مع مروان، وخبطت رجله كده في حسني فتحي. احد صفقات نادي الزمالك من المقصه حسني فتحي مع الثنائي دونجا اللي موجود على دكه البدلاء ومحمد مسعد اللي لسه ما ظهرش. نرجع تاني لحسين السيد في الجبهه الشمال، انما بدا يبقى في فاولات كتير في لقاء لم يرتقي لمرحله الجيد طوال 18 دقيقه. الحذر الدفاعي والخوف هو اللي موجود داخل الملعب بدون مفاجآت مع النصف الاول من الشوط وال 45 دقيقه الاولى. ضربه حره من مكان كويس قوي، ضربات الركنيه مره هنا ومره هنا بدون اي استثمار ليها، وهنشوف الفاولات هتتنفذ ازاي. سعد سمير طالع مع محمد نجيب، تتلعب جامده في منتهى الخطوره، خطيره خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره للاهلاويه، والشراسه كانت على مرمى الشناوي انما تمر من امام الجميع. بص شوف من الاول عبد الله السعيد عمل عرضيه صالحه للاستخدام التهديفي، يا دوبك لطشها مؤمن زكريا بدماغه. المتابعه من احمد فتحي في كره تعتبر هي الهجمه اللي قريبه للتسجيل مع الوقت اللي فات النادي الاهلي، انما كان الحكم هنشوف مد قرار ولا ايه، انما عدت الكره وراحت هناك عند احمد فتحي اللي كان مخبوط من 5-6 دقايق. ولسه بنتكلم على الكرات الثابته هيستغلها ازاي الاثنين المدربين، او الفكر اللي قايلينه للعيبه قبل مواجهه النهارده. ترجع الكره لاكرامي، مفيش اختبارات اكرامي، كره عرضيه طلع خد بيها الثقه مع اول 5 دقايق. الشناوي برضه ما ظهرش لسه في حاجه على مرمى احمد الشناوي، بيترجموا حاله واقع الاداء الهجومي في المباراه. تتلعب الكره تاني اماميه، ابراهيم صلاح زايد، عرضيه كويسه انما العدد قليل قوي. بص ابراهيم صلاح بعد ما عمل العرضيه لسه جاي معروف يوسف اللي كان متاخر كتير على وسط الملعب، ما كانش حد داخل صندوق شريف اكرامي غير باسم مرسي، رغم ان ابراهيم صلاح راح في مكان جيد وهو اللي عمل الكروس العرضي. ولسه لغايه دلوقتي محمد ناصف او حسني فتحي في الجبهه العكسيه ما قدموش خدماتهم الهجوميه. بنفس الحال محمد هاني او حسين السيد، في وجود لعيب زي باسم ومروان محسن الاثنين الفراوده الصرحه في تشكيله الفرقتين، لازم حد يمول الاسماء اللي انا بتكلم عليها. صناع اللعب من تحت وليد سليمان، مؤمن، عبد الله السعيد. بنفس الحال محمد ابراهيم الناحيه الثانيه مع ايمن حفني اللي غابوا تماما في ال5-6 دقايق اللي فاتوا عن المشهد الهجومي. ملعوبه الكره ثاني لمروان، وليد سليمان يحطها لمؤمن، مؤمن انما يزحلق يا ولد يا لعيب علي جبر يطلعها. لو خدها مؤمن كان هيروح انفراد لان علي جبر خلاص ظهره مكشوف تماما لغايه مرمى الشناوي، ويزحلق زي الجراح الراجل يطلع اللعبه الخطيره اللي فاتت. وليد سليمان قدامنا، ادي اللعبه اللي اتعملت ويا دوبك كده مؤمن زكريا وكان محمد ناصف، انما المساعد كان مدي تسلل على فكره. بانت اللعبه اهي كان في تسلل، احمد فتحي ما كانش متسلل، محمد هاني اللي مكمل على القايم البعيد ورفع المساعد اول ما وصلت بقى للعيب اللي كان في موقف التسلل. انما كانت كره في منتهى الخطوره لصالح النادي الاهلي. مروان محسن من بره ال 18، عبد الله السعيد، حسين طالع له عامل مشوار كبير، حسين
حسين العرضيه موجوده في منتهى الخطوره، جول جول جول. مؤمن زكريا، مؤمن بطعم الاجوال، مؤمن سبايسي. 1-0 للنادي الاهلي بعرضيه بلسم مع الدقيقه 22. جون هيغير الامور تماما، انما عرضيه حسين السيد في اول استخدام للمساحه في ظهر حسني فتحي يعمل عرضيه نموذجيه داخل ال 18، والمتابعه موجوده من مؤمن. قلت لحضراتكم اللعيبه اللي بتسجل في لقاءات القمه تخصص، هي اللي بتيجي وتحضر في المواجهات والمناسبات التانية. ادي اللعبة عبد الله السعيد، اول تمريرة منتهى الجمال والروعة. حسين السيد وتعدي من الجميع، هدية لمؤمن زكريا. بابا نويل بيقدم هدايا للنادي الاهلي يوم 29 قبل رأس السنة ب3 ايام، انما لسه وقت كبير، لسه وقت كبير. الزمالك قادر على العودة، اللقاء هيتفتح وتتغير تماما المعطيات والامور الوقت اللي جاي. ادي اللعبة والجملة الجماعية، اول عمل هجومي جماعي يتعمل بشكل مثالي يسجل منه النادي الاهلي مع منتصف الشوط الاول والدقيقة 22. 1-0 مؤمن زكريا اللي قلت لحضراتكم سجل في لقاءات اهلي وزمالك سواء في الدوري في بطولة الكاس، والنهارده بيحضر بهدف التقدم. رغم ان قلنا اللقاء متكتف من هنا ومن هنا، ما كانش فيه مبادرات، كل المدافعين هم اللي بيسيطروا في الوقت اللي فات. تتلعب الكرة تاني في اتجاه حسني فتحي، انما راجع لورا مؤمن زكريا. ادي قدامنا مؤمن. اخر فوز لنادي الزمالك على الاهلي في الدوري كان 2007 2008 2-0، يعني 9 مواسم بالتمام والكمال. انما فاز نادي الزمالك على الاهلي في بطولة كاس مصر الموسم اللي فات. ادي اللعبة وادي البداية. عبد الله السعيد صاحب خدمة التوصيل لل 18 باسرع وقت ممكن. اتعملت حلوة من عبد الله السعيد، هو اللي وصل حسين السيد اللي طلع وعمل عرضية في منتهى الجمال. بنتكلم على الجول للبره الثانيه، يزحلق الونش ويطلع بره الملعب محمود حمدي. لازم برضو نتكلم على التمركز الدفاعي لعيبه نادي الزمالك اللي قلنا في اول 5 دقائق العمليه مش بالقطره داخل ال 18، كان موجود عدد لعيبه مقبول، انما الرقابه ان هم يكونوا قريبين. ادي الكابتن علاء عبد الغني المدرب المساعد اللي قام في اللقطه اللي فاتت. هيعمل ايه محمد حلمي الوقت اللي جاي؟ باسم مرسي يعمل فاول على محمد نجيب. ادي باسم مرسي، ضربة حرة على باسم بعد التدخل مع محمد نجيب. سجل باسم مرسي هدفين في نهائي الكاس 2015 وسجل هدفين في نهائي كاس 2016. دول ال4 تجوان اللي بتكلم عليهم. يعني هو اللاعب الاكثر قدرة وعنده الخبرات يتعامل مع دفاع النادي الاهلي. حتة مهمة جدا، كان في مدربين بيشيلوا لقاءات القمة دي لعيبة ممكن ما يلعبش طول الموسم وتفاجأ بيه في التشكيل في لقاءات اهلي وزمالك. ياما طلعت نجوم. تتلعب عالية طويلة امامية على حدود ال 18. النهارده هيبقى في ادوار لشيكابالا من على دكة بدلاء محمد حلمي، هيبقى في ادوار لاحمد جعفر الفيرود اللي دخل في القايمة في الدقائق الاخيرة، احمد رفعت اللاعب المهم في المناطق الامامية. 3 اسماء اللي انا قلتهم دول لو فضل الحال على ما هو عليه لتشكيلة نادي الزمالك في الحتة الهجومية. ادي مؤمن زكريا، عرضية تاني محمود حمدي يطلعها في منتهى الخطورة في مكان صعب لسه اماكن التأثير. عبد الله السعيد يظبطها. الاهلي بقى اشرس، الاهلي بقى ليه تواجد وحضور هجومي بعرضية محمد هاني خطيرة مش ممكن. مؤمن زكريا تحس ان الراجل ده ايه بيطلع من تحت الارض بدون رقابة. بص شوف مؤمن زكريا تحركاته والرشاقة بتاعته والسرعات اللي بيعملها كويس، تحس كده ان هو بيدوس على 120 كيلو. السرعه الاخيره كده اول ما يدخل المنطقه ومحدش يعرف يعمل عليه كنترول دفاعيا. ادي اللعبه اللي اتعملت، ومروان اللي قطع كويس قوي بتحرك مهم. المروان اللي خد معاه خيال المدافعين وسابه مؤمن اللي حطها على يمين الشناوي ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. اخطاء دفاعيه حملت نادي الزمالك هدف تقدم للنادي الاهلي، وجمله ثلاثيه في منتهى الجمال والروعه بدات عند السعيد، كملها حسين بعرضيه نموذجيه، ومؤمن كان صاحب الهدف. تتلعب الكره تاني عند محمد هاني. بدا اللقاء يبقى فيه سرعه شويه. الاهلي ضغط بعد ما كانت البدايه من نصيب نادي الزمالك اول 7-8 دقائق في عمليات السيطره في منطقه وسط الملعب، وغاب تماما محمد ابراهيم. شوف محمد ابراهيم، ايمن حفني، قلنا اسمهم كم مره في ال10 دقائق اللي فاتوا، مش متواجدين اطلاقا في الحته الاماميه. ومهم جدا اللعيبه اصحاب القرار الهجومي الوقت اللي جاي. محمد ابراهيم موجود، وقلت العدد قليل. محمد ابراهيم وايمن حفني
هيتعاملوا ازاي مع وسط ملعب دفاعي فيه عاشور واحمد فتحي قبل الرباعي الخلفي اللي متواجد نجيب وسعد سمير ومحمد هاني وحسين السيد. نادي الزمالك محتاج لعيب تاني في وسط ملعبه يقدر يصمم الهجمات لقدام. ادي الفاول اللي عمله معروف واحمد فتحي في وسط الملعب. تمريره كويسه على جنب من احمد فتحي اللي بيزيد ويطلع لقدام. تاني احمد يلعبها سلم مستلم وهو اللي بدا مع زمايله. محمد هاني عرضيه عند 18 علي جبر انما يشيل الدفاع ويتعامل. حسين السيد اللي بدا يطلع ويزيد في مواقف وفقرات هجوميه مهمه لفرقته. حسام عاشور تاني على حدود المنطقه، تمريره في منتهى الجمال. وليد سليمان لمؤمن لحسين، سيطره اهلاويه باداء هجومي ضاغط. تاني حسين السيد عرضيه انما علي جبر برافو يا ولد يا لعيب يطلع بتمركز جيد المره دي. اللي لسه هو بيتكلم في مشاكل كتير في الجبهه اليمين لنادي الزمالك اللي بداوا يستغلوا ظهر حسني فتحي كده ويروح حسين السيد بانطلاقات كتير. مقدم لغايه دلوقتي اداء هجومي في 10 دقائق تقريبا من الدقيقه 17 للدقيقه 27 بشكل مثالي. بتكلم على حسين السيد. حسام عاشور تاني من قدام المنطقه يرجع على احمد فتحي اللي بيزيد وياخد مسافات لقدام. فتحي بيزود لعيبته كويس قوي عند 18 علي جبر ومحمود حمدي. طارق حامد يرجع لورا عند محمود حمدي لطارق حامد والحكم هنشوف ادى ايه. شاف كده طارق حامد وحسام عاشور في اللعبه اللي فاتت ادى فاول. حاجه زود حسام عاشور. طارق حامد في كره عاديه جدا كان حسام عاشور هيروح يضغط على محمود حمدي حب يعطله. وادي الحته اللي بتكلم عليها المكان اللي فيه حسني فتحي. حتى علي جبر بيكلمه بيقول له ازاي الراجل يرقص كده ويروح اضغط عليه وروح قابله. تعليمات علي جبر لحسني فتحي. انما حسين السيد مقدم لغايه دلوقتي جيم في منتهى الجمال مع 28 دقيقه لعب. الاهلي قدر وسط ملعبه يظبطه بعد 10 دقائق من البدايه. وقلت مستنيين ان لعيبه نادي الزمالك تندفع لقدام عشان يبداوا يستغلوا سرعات مؤمن زكريا، مهاره وليد سليمان وعبد الله السعيد. واول لما جات لهم الفرصه قلنا اللقاءات الكبيره لا تحتمل الاخطاء. ادي الشناوي قدامنا النهارده ثالث اهداف اللي بتدخل مرمى نادي الزمالك. اقوى قدرات دفاعيه في المسابقه لغايه الاسبوع رقم 17 وعندهم لقاءين مؤجلين. لقاء مع طلائع الجيش ومواجهه تبقى قويه مع نادي المقاصه اللي موجود تاني الدوري بقياده الكابتن ايهاب جلال. بكره هيبقى في 3 مباريات ختام الاسبوع رقم 17. انما خلينا في المواجهه المهمه لجماهير القلعه الحمراء و نادي الزمالك حامل لقب البطوله الموسم قبل الماضي. تتلعب الكره في منتهى الخطوره. فاولات النادي الاهلي بتعمل مشاكل دفاعيه كبيره على الخط الخلفي لنادي الزمالك. شفنا مرتين 3 بتوصل للعيبه متواجده في اماكن مثاليه، سواء الكره اللي كان احمد فتحي هيسجل منها قبل ما يبقى محمد هاني يبقى متسلل او اللعبه الاخيره اللي عملوها دلوقتي انما ياخدها تاني طارق حامد. بنقرب من نص ساعه. الاهلي متقدم بجون عن طريق مؤمن زكريا من الجبهه اليمين. عاوز يعمل عرضيه من هنا حسني فتحي انما هياخد معاه رمي التماس. كان اسامه ابراهيم هو اللي بيلعب ورجله في الملعب الفتره الاخيره، الباك اليمين اللي جاي من نادي انبي. ودخل النهارده حسني فتحي مكان اسامه ابراهيم اللي موقوف. باسم مرسي 3 لعيبه يضغطوا ويكمل معاهم محمد هاني. وراجع لغايه فين وليد سليمان اللي كل لعيبه النادي الاهلي باستثناء عبد الله ومروان رجعوا يقدموا خدماتهم الدفاعيه بارتداد نموذجي. قفلوا تماما وسيطروا على فراوده الابيض في الهجمه الاخيره. وضربه حره موجوده. ادي وليد سليمان قدامنا اللي حب يعدي بالكره اللي فاتت انما مروان ضغط عليه اول مره. كان كمان وليد مقفل قبل ما يروح لمحمد هاني. ياخدوا منها ضربه حره. محمد ناصف اللي بيرجعها لعلي جبر يحطها على جنب. حسني فتحي يلحقها قبل رمية التماس وياخد منها هو الاوت بعد ما خبطت في مؤمن زكريا. بص تعليمات البدري اول ما يفقدوا الكرة تلاقي الاثنين الهافات اللي في وسط الملعب سواء مؤمن او وليد بيجوا مع الاطراف الدفاعيه. الناحيه دي حسين السيد والناحيه الثانيه محمد هاني مع الاثنين الديفندر. كأن النادي الاهلي بيدافع ب8 اول ما يفقدوا زمام الامور من وسط ملعبهم. ادي الارتداد. معروف يوسف يلعبها معروف محمد ابراهيم. سلم واستلم يحاول يهرب لقدام. غايب تماما ايمن حفني. فين ايمن حفني ومهارته؟ علي جبر جاي من ورا لقدام. ضغط من احمد فتحي انما يسيطر عليها كويس وعايز يلعبها في العمق. محمد ابراهيم
تتلعب عرضيه تاني في منتهى الخطوره. سعد الدين سمير اشتراك واشتباك، يقلبها كده من قدام محمد نجيب. احمد فتحي يطلعها من اماكن الخطوره، انما مروان اللي نازل على وسط ملعبه تخبط فيه وياخد منها رمي التماس نادي الزمالك اللي بيحاول، انما برضه لسه المحاولات مش بالشكل المطلوب ان هم يقربوا من التهديف. حسين السيد تتكعبل الكوره في رجله، راجع لورا مؤمن زكريا يطلع ويشيل من الناحيه الثانيه. علي جبر على جنب لمحمود حمدي، بص مفيش حد ورا غير محمود حمدي الونش وجنبه علي جبر. وادي حسام عاشور اللي بيكلم الحكم وبيطالب بفاول، وفعلا يديله ضربه حره وانذار اول في المواجهه النهارده من نصيب معروف يوسف. كان على فكره فيكتور كاساي الحكم المجري اللي قدامنا طلع البطاقه الصفراء 499 مره خلال مسيرته التحكيميه من 2003. ادي محمد حلمي اللي بيتكلم لغايه 2016. الانذار رقم 500 ده في كل لقاءاته بقى، سواء في الدوري المحلي في الدوري المجري، على مستوى اللقاءات الدوليه اللي بياخدها. كابتن حسام البدري قدامنا ومعروف بياخد انذار بعد الالتحام مع حسام عاشور، ولقطات ارشيفيه للاثنين المدربين قدامنا في مواجهه من نوع خاص بين حلمي والبدري على الخطوط من بره. وهل هتكون 2017 وش السعد على مين؟ على البدري ولا حلمي؟ لغايه دلوقتي بتنحاز نهايه 2016 لصالح النادي الاهلي بتقدم لمؤمن زكريا. ادي قدامنا طارق حامد اللي بياخد فاول، ضربه حره بقى اقل من 13 دقيقه على ال 45 دقيقه الاولى. الاهلي متقدم بجون عن طريق مؤمن زكريا. لقاء مفيش فنيات كتير لو حسبنا الهجمات هنا وهنا. الزمالك بدا بسيطره 7-8 دقائق في البدايه، بعد كده الاهلي بقى لعب متبادل في مناطق وسط الملعب. اخر 12-13 دقيقه الاهلي راح هجوميا مرتين ثلاثه في مناسبات مهمه على مرمى الشناوي، قدروا يسجلوا من مره. في عدم وجود معالم للتكتيك الهجومي النهارده لتشكيله حلمي ورفاقه داخل الملعب، احنا بنقول اللي قدامنا بكل امانه لقاء فيه تحفظات كتير. عرضيه دخل ال 18 علي جبر، انما سعد السمير يطلع لفوق، هيبقى في فاول. طالع كده سعد السمير بين اللعبه، بيبقى فيه تهور من اللعيبه، انما طبعا تهور بعيد عن 18 فرقته مفيش مشكله. ادي سعد سمير طالع، راجل طالع تحس انه طالع يعمل فاول، انما سعد الدين سمير مقدم موسم اكتر من رائع. اللاعب الوحيد اللي شارك فيه ال 16 مواجهه اللي فاتوا، والنهارده اللقاء رقم 17 لسعد الدين سمير في تشكيله النادي الاهلي من البدايه. شريف اكرامي يجي وراه ب 16 مباراه، غاب لقاء وحيد اكرامي لقاء الشرقيه، كان دخل مكانه محمد الشناوي اللي موجود على دكه البدلاء. تتلعب الكره عاليه طويله اماميه عند مروان، علي جبر بدماغه يطلعها لمعروف اللاعب النيجيري. غاب النهارده رفيقه ستانلي اللي قلت هيفرق كتير مع نادي الزمالك غيابه بالسلب طبعا. راجل كان موجود في التشكيله لغايه قبل بدايه اللقاء ب5 دقائق، لغايه ما جاله مشكله وهو بيعمل عمليه الاحماء، ودفعوا بمحمد ابراهيم اللي كان المفروض هيبقى على دكه البدلاء. ادي اللعبه اللي كان فيها الصراع الاخير ب3 لعيبه من هنا و3 لعيبه من هنا، انتهت بفاول عند جبهه حسني فتحي. بيمشي له الكره ابراهيم صلاح، عرضيه انما سهله لشريف اكرامي، وكمان الفراوده بعاد قوي سواء باسم او اللعيبه اللي هتكمل. النهارده لغز لنادي الزمالك في الهجمات القليله اللي بيروح بيها. العدد اللي قدام سواء وصلوا من جبهه حسني فتحي مرتين ثلاثه، انما جبهه محمد ناصف لغايه دلوقتي معطله تماما على المستوى الهجومي. محمد هاني طالع، محمد هاني خطير من قدام المنطقه، انما محمد ناصف يقطع منه. محمد ابراهيم يرتد لورا ياخدها ويلعبها عند باسم اللي نزل لغايه فين. باسم اللي بيتكلم الحكم بيقول له تاني مره التدخل بالشكل ده. 35 دقيقه عشاق ومتابعي شاشه نايل سبورت في كل مكان، كلاسيكو الكره المصريه والقمه الاهم في منطقه الشرق الاوسط. الزمالك والاهلي على استاد بيترو سبورت، تقدم الاهلي 1-0 مع الدقيقه 22 لمؤمن زكريا. دوري عبور لاندا 2016 2017 تتلعب اماميه تاني في الحته اللي بيطلع منها حسني فتحي. الراجل بيعمل محاولات انما مقفلين تماما بشكل منظم الجبهه اللي فيها حسين السيد. واجبات لعيبه الوسط النهارده زي ما شفنا، مؤمن بيرجع يقفل، حسام عاشور في اللقطه الاخيره هو اللي رجع وعطل حسني فتحي وخد معاه فاول حسني فتحي اللي بدأ النهارده في الجبهه اليمين. هل هيكون محمد حلمي صاحب الاختيارات التبديليه مع بدايه الشوط الثاني في وجود احمد رفعت وشيكابالا واحمد جعفر على دكه بدلاء النهارده؟ الاوراق الهجوميه اللي تقدر تغير له الحال في المناطق الاماميه. واحد من جمهور الزمالك يقول لك الفرقه محتاجه ايه؟ محتاجه فورورد ولا محتاجه لعيب وسط ملعب؟ نشوف الفاول وبعدين نتكلم. تتلعب على القايم القريب، مروان للمره الثانيه بنفس الشكل هو اللي يرجع ويطلع عبد الله السعيد، انما طارق حامد
رغم تقدم الاهلي بجون، انما لقاء لم يرتقي لمرحله الجيد في فترات كبيره. قلنا السيطره الدفاعيه هي سمه ال 36 دقيقه اللي فاتوا. الاهلي انتشر في وسط الملعب وقفل تماما، وهو اللي اداله الافضليه في الاوقات اللي احنا لعبناها. وادي باسم قدامنا، الشناوي كان طالع لغايه وسط الملعب، هو اللي عمل البدايه التحضيريه لفرقته بتمريره اماميه قبل ما الحكم يدي قراره بفاول على باسم مرسي. هيطلع اكرامي عشان يلعب. اخر 10 مواسم من 2006 2007 15 مقابله في الدوري، الاهلي فاز 7 مرات، الزمالك مره وحيده. تعادل كان حاضر فيه 7 مواجهات، كان اخرهم الموسم اللي فات الدور الثاني 0-0، واخر تعادل ايجابي كان 1-1 2014 2015. واخر انتصار للزمالك قلت لحضراتكم كان 2006 2007 بجونين لتامر عبد الحميد وجمال حمزه. كان النادي الاهلي حسم لقب الدوري، ولعب اخر مواجهتين امام انبي والزمالك باللعيبه اللي ما كانتش بتشارك. عبد الله السعيد من بره المنطقه ظبطها كويس، عرضيه انما سهله المره دي. بص بقى الاهلي لما بيروح، مروان رايح على القايم القريب، مؤمن كان على طول في ظهر الاثنين المساكين. لو عدت الكوره بيتحركوا على الاقل ب3 في نهايه الهجمات، في حين نادي الزمالك لما بيروح حسني فتحي يعمل عرضيه او اي لاعب بيكمل من عند ال18 والخط الجانبي ما بيبقاش في حد غير باسم مرسي. الجبهه الشمال اللي المفروض يكمل فيها معروف او اي لاعب بيكمل من منطقه وسط الملعب بتبقى خاليه تماما من تقدم لعيبه الابيض في المواقف الهجوميه. مشكله بيقابلها محمد حلمي النهارده في نهايه هجماته. محمد نصف تاني من الجبهه اليسرى. كل دي عناوين، انما خلي بقى الكلام والتفصيل الفني لزمايلنا في استاد النيل. تلعب الكرة عند طارق حامد، علي جبر تاني من الخط الخلفي يلعبها لحسني فتحي، يغمزوها لقدام ويبداوا هجمه كويسه المره دي باربع 5 نقلات في منتهى الجمال. باسم قدام ال18، حفني خطير حفني يعدي انما يقع على الارض والحكم يقومه يقول له مفيش اي حاجه. ادي ايمن حفني اللي ظهر امتى؟ بعد تقريبا ربع ساعه، ما بنقولش اسمه او اكتر كمان، انما ايمن حفني يبقى من اللعيبه اللي في اي وقت يعمل لك المفاجاه الهجوميه ويخلص لك بالابتكار الفردي. دخل جوه ال18 في لعبه نادي الزمالك كان غايب عنها بتمريرات كتير لغايه ما يوصلوا لمناطق التاثير عند 18 نجيب وسعد الدين سمير. ادي ايمن حفني استلم تاني، ايمن استشاري الترقيص والكباري. انما النهارده قلت لحضراتكم بعيد شويه ايمن حفني، لان الترابط بين ال3 خطوط ما كانش على ما يرام مع ال 38 دقيقه اللي احنا لعبناهم. نادي الاهلي تقدم بجول، وادي اللعبه اللي سعد الدين سمير تدخل مع ايمن حفني وقع على الارض اللي كانت من دقيقه. بتتعادل المره الثانيه، بنقرب من الدقيقه 40. كابتن محمد حلمي بيشاور على لعبه ايمن حفني وبيتكلم، انما في فاول عند اكرامي، هو اللي طالع بره ال18 عشان يلعب. تاريخ كبير لحراس المرمى لو اتكلمنا على اخر 30 سنه ودورهم وقيادتهم للاهلي والزمالك. الاهلي كان موجود مين؟ ال3 الكبار، الراحل ثابت واكرامي كابتن احمد شوبير، 3 الكبار. وبعد كده تولى المهمه عصام الحضري في فتره التسعينيات، دخل بعد كده امير عبد الحميد، احمد عادل، كل دول لعبوا لقاءات قمه لغايه شريف اكرامي لما رجع لبيته. مسعد عوض حتى الحارس رقم 3 كان شارك في قمه 2014 2015. تتلعب الكره تاني حسين السيد، طارق حامد يطلع من قدام المنطقه، انما باسم مرسي اللي نازل وبيبعد عن اماكن الخطوره اللي المفروض يتواجد فيها. احمد فتحي يقع على الارض بعد التدخل مع باسم مرسي في اللعبه اللي فاتت. ادي هي باسم، الاثنين بيلعبوا برجوله على الكوره، مفيش اي مشاكل. وقع احمد فتحي في عنف مقبول، انما العنف لما بيزيد خلاص بيبان. انما اللي فاتت دي احتكاك باسم اهوت واحمد فتحي، وبيتكلم فتحي مع محمد ابراهيم. كان اتصاب احمد فتحي اول ربع ساعه. هنشوف هيقدر نادي الزمالك في ال5 دقائق دي الكوره اللي سعد الدين سمير، هل في دفع على ايمن حفني؟ كوره باينه قدام حضراتكم. النهارده ماتش الاهلي والزمالك لو حد قال كلمه ما عجبتش الجمهور هنا ولا هنا الدنيا تتقلب، انما الكوره باينه. الجمهور بيفهم اكتر مننا في التحكيم والتحليل كمان. تتلعب الكوره تاني على جنب، الاستلام من محمد هاني. حسام البدري ماشي اللقاء زي ما هو عايز، متقدم بجون، بيسيطر تماما في الحته الدفاعيه وعايز ينهي الشوط الاول لغايه ما يعيد استراتيجيه ادائه مره ثانيه مع بدايه ال 45 دقيقه الثانيه، في حين فقد كتير محمد حلمي من قدراته الهجوميه بالتشكيله اللي بدا بيها.
في وجود لعيبه عندها مواصفات دفاعيه اكتر من الحته الهجوميه زي ابراهيم صلاح وجنبه طارق حامد، ايمن حفني مع محمد ابراهيم وباسم مرسي ما قدروش يترجموا الوصفه اللي قالها لهم الجهاز الفني قبل المباراه. تتلعب الكره تاني عند احمد فتحي، وليد سليمان بكعبه كده على الواقف لفتحي من جديد لمحمد هاني، عمل مثلث كويس قوي محمد هاني خلصها من ناصف، انما لسه الكره في مكانها ما استفادوش لقدام. خدها تاني محمد هاني يفتح في مساحه كويسه لحسين السيد، حسين على حدود ال 18 مروان يهرب من علي جبر انما مش سايبه، بيتحرك معاه جبر ومروان يلعبها مروان لمؤمن زكريا، يرجع بيها مؤمن تاني عند حسام عاشور، جابها اليمين فتحت له، برافو يا ولد يا لعيب، يعملها لمحمد هاني، راجع باسم عرضيه داخل ال 18 وفاول على عبد الله السعيد، ضربه حره على عبد الله السعيد، بيقول له انا مش شايفه انما فاول على عبد الله، كان في ظهره محمود حمدي وهيديله انذار، هيبقى انذار هنا وانذار هنا. ادي انذار لعبد الله السعيد مع الدقيقه 43 وكان تدخل محمود حمدي بدماغه، عشان كده حتى هو عبد الله السعيد باين الراجل عبد الله ان هو ما كانش شايف محمود حمدي وفعلا اتخض لما لقاه تحتيه وهو عارف ان رجله طالت دماغه. روح طيبه موجوده بين اللعيبه. بقول لحضراتكم قوام المنتخب الاساسي ان شاء الله بعد لقاء النهارده والاسبوع رقم 17 كل اللعيبه دي هنشوفهم مع بعض. منتخب مصر نتمنى له التوفيق في رحلته كاس الامم الافريقيه 2017. المعسكر هيبدا في يناير، عندنا لقاء ودي مع منتخب تونس استعدادا للبطوله، وكل التوفيق لكوبر وجهازه الفني في المرحله اللي جايه. يطلع على طول الشناوي على وسط الملعب مؤمن زكريا. الاهلي بعد الجون اشتغل هجوميا 5-6 دقايق ورجع لقاء تاني في مناطق وسط الملعب بعيد تماما عن الفكر الهجومي للاثنين المدربين، وغابت تماما الاوراق اللي اتفاجئنا على مراحل الشوط اللي احنا لعبناه باستثناء الجمله اللي سجل منها النادي الاهلي. ادي الكره اللي جت في حسين السيد وخد منها ضربه حره حسني فتحي. معروف يوسف دخل على قلب الملعب شويه، معروف يلعبها معروف لحسني فتحي بعرضيه داخل ال 18. حسين السيد يرجع ويطلعها تاني ويشيل الى معروف اللي بدا شويه اهو. بقول لحضراتكم يجي من على طرف الملعب ويدخل معروف عشان يزودوا اللعيبه اللي تقدر تقرب وتوصل وتاخد القرار الهجومي، الحته اللي فقدها كتير لعيبه محمد حلمي النهارده. ايمن معروف جنبه لسه في نفس مكانه، لازم يتحرك له وياخد مساحه بعيد عن مكان الكوره. حسني فتحي يشيل عرضيه انما تقل الفعاليه وتخبط، يطلع محمد نجيب تاني من قدام منطقه جزاء طارق حامد، انما يا دوبك بدماغه كده باسم مرسي سهله لشريف اكرم. خلاص بنقرب من نهايه الشوط، تقدم اهلاوي بجون لمؤمن زكريا اللي بيعيد التسجيل مره تانيه بفانيله النادي الاهلي امام غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد ما سجل مؤمن هدفين في لقاء 2014 2015. تسديده من الزاويه الضيقه بيلعب لوحده باسم مرسي، تحس ان الراجل بيعمل مجهود مضاعف. ادي باسم مرسي قدامنا مع الثواني الاخيره. دكه بدلاء الزمالك عليها عمر صلاح، احمد ديودار، شوقي السعيد، دونجا واحمد رفعت، شيكابالا واحمد جعفر. بنفكركم بالبدلاء لغايه ال 15 دقيقه كله يفكر كده الزمالك هيعمل ايه والناحيه الثانيه البدري هيعمل ايه بدكه البدلاء اللي عليها محمد الشناوي وعلي معلول وصالح جمعه وكريم نيدفيد وجونيور اجاييه وعماد متعب اللي ممكن يبقى لهم ادوار النهارده على فترات الشوط الثاني. بره الملعب الى رمي التماس، هنشوف فيكتور كاساي هيدي كام دقيقه وقت محتسب بدل ضائع، ورميه التماس موجوده عند محمد هاني الباك اليمين اللي قفل تماما النهارده حتته ومكانه. لو حطيت له درجه محمد هاني دفاعيا 8/10، هجوميا طلع مرتين ثلاثه قدم ادوار جيده بمثلث مع وليد سليمان واحمد فتحي. بنتكلم على المكان اللي جاي منه الكره والهجمه. ادي محمد هاني طمع المره دي عاوز يسددها بوش رجله، حتى مروان بيقول له حنينه شويه، حب محمد هاني يعملها جامده ويلطشها في المرمى. 3 دقايق وقت محتسب بدل ضائع، 3 دقايق هنلعب للدقيقه 48 من احداث الشوط الاول. وما زال نادي الزمالك بيبحث عن لاعب يخرجه من حاله الهجوم السلبي في احيان كتير. وليد سليمان يعمل فاول، وليد طارق حامد على وسط ملعبه، حسني فتحي الجبهه اليمين اللي اتحركت النهارده في 3-4 مواقف هجوميه انما ما كملتش بالشكل المطلوب. يضغط تاني مؤمن زكريا وتطلع بره الى رمي التماس. هيلعب حسني فتحي
لغايه دلوقتي البدري بيدير اللقاء بذكاء، الشغل اللي موجود فيه ذكاء مدربين كبير. ازاي تفضل مجمد المباراه لغايه ما تتقدم وبعدين تحافظ وبعدين تدور تغطي الجون بتاعك، ولسه الفرقه اللي بتقابلك او بتلعبك ما لقيتش حلول انها تضغط بشراسه وتغلط المدافعين او حد من الفراوده يخلص. محمد ابراهيم اهوت رجع تاني، فرق كتير النهارده ستانلي مع نادي الزمالك، خصوصا ان خلاص محمد ابراهيم كان مهيئ نفسه ان هو على دكه البدلاء. انما لعيب كبير محمد ابراهيم رغم ان سنه صغير 24 سنه وكان بادئ من 2009. محمد ابراهيم تحس ان بقاله فتره كبيره مع فرقته. ملعوبه كره تاني عند طارق حامد وسط اتنين لعيبه، طارق لمعروف يغير اتجاه اللعب عند حسني فتحي. انسحاب تكتيكي لعيبه النادي الاهلي في وسط ملعبهم بكام؟ ب10 لعيبه بما فيهم عبد الله ومروان هم اللي بيقابلوا في مراحل دفاعيه اولى اماميه ملعوبه. حسين السيد يطلع تاني من عند منطقه جزائه، مؤمن زكريا من لمسه واحده كويسه لمروان، لسه كانوا موجودين في وسط الملعب، انما ضغط هايل من طارق حامد اللي بيقطع وطالع وياخد معاها فاول. ادي طارق حامد اللي واقع على الارض، كان حاضر في الانتصارات والبطولات في الموسمين الاخرى طارق حامد مع نادي الزمالك. محمد ناصف تاني من الجبهه الشمال، العرضيه في منتهى الخطوره عند ايمن حفني، انما ايمن حفني ضربات الراس تبقى صعبه شويه عليه، عايز كوره على الارض وعايز واحد يوصله لل30 متر الاخيره ايمن حفني، لان لو رحل عن كده كتير تبقى مشكله. ادي لمسه يد على ايمن حفني في العرضيه اللي فاتت، واحنا خلاص في اخر 30 ثانيه، النص دقيقه الاخيره من ال3 دقايق اللي اداهم الحكم المجري. ادي اللعبه والاعاده وضربه حره موجوده داخل 18 حسين السيد. بيتكلم معاهم الكابتن محمد حلمي بيقول لهم خلاص يلا نرجع تاني لاماكننا في وسط الملعب. مروان محسن، مروان لمؤمن، نقلتين كويسين. هيبص تاني بقى في الناحيه العكسيه عند عبد الله لمروان دخل ال 18، انما تدخل دفاعي كويس من علي جبر بمشاركه حسني فتحي وياخدوا منها ضربه ركنيه مع صفاره فيكتور قصاي. نهايه الشوط الاول تقدم للنادي الاهلي عن طريق مؤمن زكريا بالهدف اللي بيتعاد قدام حضراتكم مع الدقيقه 22. تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه استاد النيل مع الزميل الاعلامي تامر صقر ونجوم التحليل في الكره المصريه كابتن ضياء السيد والكابتن علاء ميهوب، كابتن مؤمن سليمان، الكابتن احمد سمير. الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني.